الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة. شهر الهنا وشهر اليمن والبركات نافد بيجري زي الرهوان. ربنا يعيده عليكم بالصحة والعافية يا رب، ويخليكم لأولادكم ويخلي أولادكم لكم، وما يحرمكمش من بعض أبدا يا أعز وأغلى أحباب يا متابعين أم محمد المحترمين. هتتكلمي النهاردة عن إيه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن عملية شروق بنت أخت أم جنى. أم جنى بصراحة ربنا يعني فعلا فعلا، أنا من قبل حتى ما تعملي العملية أنا نصحتك، لأنك أنت دخلتي في سكر ودخلتي في حاجات كتير بسبب السمنة. فحقيقي حقيقي انت خدتي يعني قرار مظبوط، بس يا ريته كان قبل كده بشويه، كانت فرقت معاكي كتير. انا بصراحه ربنا، انا لو كان حد نصحني بعمليه التكميم دي قبل ما اعملها ما كنتش يعني هسمع كلامه، لان انا ما كانش عندي الدواعي الشديده، ولا كان امراض مزمنه، ولا كان جالي سكر، ولا حاجات من دي خالص. بس انا كورونا هي اللي بهدلتني شويه وعملت احتباس ميه في الجسم وزودت وزني اكتر واكتر. بس انا بقول لكم التكميم حياه، بس يكون له ضروره صحيه، مش يعني حد يكون وزنه طالع كام كيلو بسيط كده ويعوز يعمل عملية تكميم. لا، ما انصحش بكده. والصغيرة السن برضو ما تعملش عملية تكميم إلا إذا كان وزنها أوفر قوي وشديد زيادة عن اللزوم. يعني أنا لما شفت شروق بنت أخت أم جنى صعبت عليا جدا. إزاي طفلة يعني لسه في سنة 6 ابتدائي أصغر من بنتها جنى بسنة زي ما هي قالت في الفيديو، وتبقى بالطريقة دي؟ فبصراحة كون إن هي عملت لها العملية وعملت لها قناة علشان تعينها على مصاريفها، فدي خطوة إيجابية وخطوة تحمد وتشكر عليها أم جنى. وإن كان بعض المتابعين بيقولوا إن هي عملت كده علشان لما قناة شروق تكبر ترجع تاخدها لنفسها وترجع تقول ده القناة سرقت، القناة هكرت، القناة عملت. هي لو ما كانتش عايزة تعمل يا حبايبي قناة لشروق ما كانتش هتعمل القناة ديت. بس انا بقول لك يا ام جنى، يا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا بختلف معاكي كتير، بختلف في اسلوبك، معاكي في طريقة عمايلك فيديوهاتك، بس يعني اللي اتفق معاكي فيه وادعي لك عليه ان انت خلتها خدت الخطوه ديت وعملت لها العمليه رغم تكاليفها الباهظه واللي انا عارفاها كويس. وبرضه الفيتامينات والادويه والعلاجات اللي بعدها برضه اسعارها غاليه برضه، ومش اي حد يقدر يتحملها. بس بقولك انت انقذتي حياه البنت ديت. ايه يعني اما تخس هتلعب وهتتفسح وهتعيش سنها، لان هي كانت محبوسه في السمنه. يعني انت ما شاء الله عليك في الفيديو اللي انت عاملاه معاها باين عليك انك خسيتي كتير، وهي سبحان الله طفله ولسه في سن يعني ما فيش صغيره 12 سنه 11 سنه وتبقى بالوزن الفظيع ده. ده انا كنت رايحه اعمل العمليه وما كنتش كده، انا ما كنتش بنفس وزنها ده. فربنا يثبتها وتفضل محافظة، لان برضو لو عملنا عملية التكميم وما حفظناش وما نفذناش التعليمات بحذافيرها زي ما بيقولوا، فكأنك يا ابو زيد ما غزيت. فلازم اللي عمل عملية التكميم ديت يفتكر الوجع والألم اللي كان بيحصل له لو شاف اي اكل في الدنيا يزهده وما يعس ياكله ولا يمد ايده عليه. فالتكميم بالنسبة للي عندهم حالات مرضية، سمنة مرضية مفرطة زي شروق كده وزي اللي اعلى منها، لازما يحافظوا، لان التكميم حياة. هتحس بفرحة كبيرة قوي كل ما مقاسك بينزل عن اليوم اللي قبله. كل ما تحسي ان انت قادره تمشي، قادره تطلعي، قادره تجري، قادره تروحي اي مشوار وتلفي على محلات من غير ما تتعبي، من غير ما تحسي بارهاق. هتحسي ان التكميم نعمه، وهتدعي كتير قوي لام جنى. ام جنى دعت على نفسها في عنوان الفيديو ده وقالت لو قابلت اي مليم من قناه شروق
يرجع عليا وعلى عيالي بكذا وكذا. لا، ما تدعيش على اولادك يا ام جنى. انت عملت خير لبنت اختك ودي حاجه كويسه، حتى لو كان في قرارة نفسك ان ده يعني حاجه جديده او علشان تنشطي قناتك، ما هوش عيب لما افيد واستفيد. بس انت فدتيها افاده كبيره وافاده عظيمه، مش هتحس بقيمتها الا كمان فترة بسيطة كده هتحس، وهتبتدي تحس انك عملتي معاها جميلة عمرها. بس يا ام جنى، احب انوهلك او انصحك، وانت طبعا مش عايزه حد ينصحك لانك انت خضت التجربه دي وما زلت فيها وما زلت عايشه فيها. حافظي على جنى وريان علشان ما يبقاش مصيرهم زي مصير شروق. حافظي عليهم يا ام جنى، حافظي. انت اكتر حد عارفه ان السمنه دي مرض، ومرض شديد جدا. فيا ريت تحافظي، تحاولي تخليهم يخففوا من اكلهم، او تعملي انت اكل صحي. هيضطروا ياكلوا من الاكل الصحي للجميع، وبالشكل ده هتحافظي على صحتهم وهينزلوا. يا ام جنى، صحة ولادك امانة في ايديكي. وطبعا مفيش حد بيحب ولاده قد الام بتحب اكتر بني ادم على وجه الكره الارضيه بيحب ولاده هي الام طبعا، ودي ما فيهاش جدال ولا فيها نقاش. فيا ريت تحافظي على صحه جنى وريان، لانهم انتم عيله جميله وتستحقوا كل تقدير رغم اختلافي معاكي في بعض الاسلوب. بس يا ام جنى، الخطوه اللي انت عملتها مع شروق دي احسن خطوه، والخاله والده زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ وتاني قناه هنتكلم عنها النهارده، الحوارات اللي ما بتنتهيش. الحوارات اللي ما بتنتهيش اللي عند زوزو ومتابعينها. يا زوزو، انتي خليتي امك يعني الكل يعرف من طريقة ملامح وشها ان هي اتغيرت معاه حلمية. ليه؟ لما طلعت في العزومة وكانت بترد بالعافية الكلام على حلمية، الكل ايقن وتأكد انك انتي عملتي حاجة علشان هما ما تجمعوش في العزومة الاولانية بتاعت مصطفى. يعني واخدين موقف منك لانك انت فعلا غلطت في حقهم كتير، غلطتي في حقهم كتير. المفروض يا زوزو ان الخاله والده. انا عن نفسي بنات اخواتي البنات وانا عامله الفيديو اهو، وهم كلهم بيسمعوني وبيشوفوني، ولو بكذب في حرف واحد يدخلوا ويكتبوا تعليق ويقولوا انت كدابه يا خالتي. وانا قسما بالله العظيم وصيامي وحق الايام المفترجه دي ما همسح التعليق. انا ولاد اخواتي البنات ما يقلوش اهميه عن ولادي البنات، عن بناتي برضو وعن ابني. بحبهم زي نور عيني، وما احبش حد فيهم ينضر ولو ضرر بسيط، لو شوكه بس او دبوس بس يعني المهم كانه يلمني، لاني بحبهم وبعزهم، وعارفه ان اخواتي كمان بيحبوا بناتي وبيعزوهم. فازاي الخاله تبقى والده يا زوزو؟ المثل ده حقيقي مش مظبوط في حالات بس في حالات قليله، من ضمنهم حالتك انتي خاله ما انتش والده، لانك انتي دايما لما بيحصل يعني تاتش بينك وبين حلميه، او حلميه ما بتعملش اصلا تاتشات من اساسه، لو مشاهدات حلميه زادت شويه عنك لازم تعملي اي فيلم هندي. فلما الركنه جات لحلميه انت رحت سممتي بدن والدتك بالكلام، وقلت لها بنتك بتضيعني، وبنتك بتتآمر مع بتوع السعوديه، لا لهم الاحترام والتقدير، نوره وجميله وبالاخص جميله، ان هي اساءت ان هي ونرمين اتفقوا عليكي. انت بلغت امك بكده، وكان التمن ركنه والذهب اللي جالها. حرام عليكي، واتقي الله اللي
اللي انا مش فاهماه ومش مدركاه، ازاي ان انت تبقي بالطريقه دي؟ حتى لو انت كنت انت واختك على خلاف، بنتها ذنبها ايه؟ سيبيها في حالها علشان تعيش حياتها. سيبي نرمين في حالها عشان تعيش حياتها، ولا انت عايزه تخربي عليها؟ سيبيها كفايه اللي هي فيه. البنت دي عانت كتير بسبب الحسد والعين لامها، بسبب الحسد والعين لامها. نرمين عانت كتير، فسيبيها تعيش حياتها. انت عارفه ظروف حياتها ايه كويس، وحياتها مش مستحمله اي نقاش من اي حد علشان تكمل حياتها مع بنتها وفي وسط ولادها. فحرام عليك، سيبي بنت اختك في حالها. عايزه تتكلمي انت حرة. اختك ياما ما ردتش عليكي ولا على مهاتراتك. وفي اخر حاجة، في الفيديو اللي قبل البث اللي انت عملتيه، وصفتيها بالشحاتة. طب ما انت اكتر الفيديوهات الظروف، والقناة ديت مصدر رزقي، وهي سبب في حياتنا، وهي. عمرنا ما شفنا حلمية طلعت قالت كده. عمرنا ما شفنا حلمية طلعت قالت كده. انت بتندعمي من ناس كتير، وده مش عيب. وده مش عيب، لان قنوات اليوتيوب كلها بتدعم، سواء كانت كبيرة او صغيرة. لها ناس بيحبوها، لها ناس بيعطفوا عليها، بيدعموها. كل القنوات بتندعم. انا شخصيا قناة صغيرة وبندعم، وانتي اكيد برضو حد بيدعمك. واكيد واحنا عارفين مين اكتر الناس اللي بيدعموك. ولا هو عيب ولا حرام لما داعم او متابع يدعم قناة، بس لازم أن يكون بالادب وبالاحترام. مش اللي تحلليه لنفسك تحرميه على غيرك. مش اللي تحلليه لنفسك تحرميه على غيرك. مش لما دعم يجي لاختك يبقى شحاته، ودعم لما يجي لك يبقى كده. يعني ما هوش شحاته كده، انت بتجيبي كل حاجه بعرق جبينك. يا زوزو، عيب لما تروحي تسممي بدن والدتك. عيب لما تروحي تسممي بدن والدتك وتقولي لها اختي خربت بيتي وبتهدد بقفل القناه وبيعملوا فيا وبيسووا فيا، وعلشان كده انا اديتها للناس دول بدون اي مقابل علشان يحافظوا لي عليه. ليه؟ هو انت بتكلمي ناس جهله، ناس متخلفه، ناس مش عارفه اي حاجه. الله يجازيها خير. زيزي بنك اللي فضحت القنوات اللي زي حضرتك كده، اللي عملوا الحاجات دي، من ضمنهم ياسمين شاهين اللي ادعت ان قناتها اتسرقت وهي مأجراها بمبالغ طائلة. وفيه ناس يا جماعة بصراحة ربنا والعهدة على الراوي، والله أعلم إذا كان الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، بيقولوا إن ورا تأجير القنوات ديت شركات غسيل أموال كسب الفلوس ديت من طرق غير مشروعة، وبيحاولوا يعملوا عملية غسيل أموال بتأجير القنوات ديت ومبادله الاموال اللي هي المشبوهه بالمجهودات ديت، وياخدوا طبعا نتيجه الارباح باموال تانية ما هياش من غسيل الاموال. بس كله على راي اللي بيقولوها منفذ على كله. فالله اعلم يا جماعه اذا كانت الشركه اللي هي اجرت قناه زوزو ديت من ضمن الناس اللي بيغسلوا اموال ولا لا. فانا جاي الرسائل ديت على الواتس يقال هذا الكلام، والعهدة على الراوي والله اعلم. انا ما بتهمش، بس انا بقول. واذا كان في حد عنده منكم رأي يأكد الكلام ده، يا ريت يكتبهولي في الكومنتات ويقول لي الرأي ده. وابعدي يا زوزو، ابعدي بشرك عن نرمين وعن جميلة ما اسأتلكيش. جميلة ياما اتهانت وياما اتبهدلت هي ونورة بسببك، وبالاكتر جميلة كانت بتتهان كتير، وكانوا الناس من كتر اهانتها لهم كانوا بيهنوها، وكانوا بيقولوا ان هي انتي. بس انتي فعلا ملكش عزيز ولا غالي يا ام مصطفى. مش جميله ديت في يوم من الايام اللي انت قلتي ان هي من عيله داوود، وان انت بتعتبرها بنتك من ضمن البنات اللي انت خلفتيهم؟ فليه يا ام مصطفى تغيري كلامك وتغيري رايك بمجرد وسوسه الشيطان الرجيم اللي هي زوزو بكلام ليكي؟ يا ام مصطفى، لا حلميه هتنفعك ولا زوزو هتنفعك. انا ما بقولش ان حلميه ملاك، اكيد لها ما لها وعليها ما عليها، بس هي بنتك. فالمساواه في الظلم عدل. فلازم يا ام مصطفى ما تظلميش وتحكمي وتصدري احكامك القضائيه كده بسبب
نغز حلمية، نغز زاهية ليكي وشوشرتها على حلمية وعلى بنته. وخاصة يا ام مصطفى، انت قبل كده ندمتي ان انت اتكلمتي عن نرمين وعن حلمية بالطريقة دي، فليه راجعة دلوقتي تمسحي كلامك؟ وبعدين في قناة مغرضة طالعة عايزة توقع بين حلمية وبين رانيا، وبتقول ان حلمية خدت فيديو الحلويات اللي كان مفروض رانيا تعمله، وخدته وعملته وسبقتها وعملته علشان هي ما بتحبش الخير لحد، لا لاخواتها ولا لاي حد. اتقي الله، انت بتتهمينا وبتقول ان احنا بنوقع بين الاخوات وبعضهم، امال كلامك انت ده يبقى ايه يا خرتيتي؟ قولي لي بقى، ده يبقى ايه؟ ليه يا سنيده قلت الكلام زي ده؟ وانت كنت معاهم علشان تعرفي ان الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ ولا برضو المعلمه الكبيره بتاعتك طلعت وادتك الاوردر وانت نفذتي بحذافيره لانك ما تقدريش ما تنفذيش؟ وبالمناسبه يا سنيده، ام جنى لما عملت قناه لبنت اختها شروق، لما عملت عمليه التكميم، بسم الله ما شاء الله، في ظرف ايام بسيطه بقت 37,000 مشترك ومشاهدتها اللهم بارك. شوفي بقى المعلمه بتاعتك من كتر قرف الناس منها ومن كتر كره الناس فيه حطتك على المنتدى. انت قناتك قد ايه؟ ما بتكملش ال 400 مشترك حتى، مش عارفه 200 وي او 300 وي، يعني في فرق في السرعات سيد الرئيس. شوف ام جنى وقناتها كبيره، وقناه برضو زوزو السنيده المعلمه بتاعتك يا سنيده برضو قناه كبيره. وشوفي فرق المحبه من بعضها، الناس علشان بتحب ام جنى وعايزه تساعدها في اي حاجه وعارفه ان هي بتعمل حاجه كويسه لبنت اختها، وانما انت سبحان الله عارفين ان انت ما بتحبيش حتى الجلابيه اللي عليك، فازاي هيساندوا واحده بتظلم في اخواتها ويساندوا سنيده برضو في قناتها ويعلوا لها قناتها وهم عارفين ان هي برضو مشتركه في الظلم ده؟ فيا سنيده اعرفي الفرق واعرفي النية. لو نيتها كانت كويسة ومظلومة زي ما انت بتقولي، وانت رفعت الظلم وكشفت الحقيقة حقيقة ايه وظلم ايه. لو هي كان لها قيمة ومصداقية كانت قناتك ديت ارتفعت او رفعتك كذا مرة منتدى، ورفعتك لما عملت القناة الجديدة. مين اللي دخلك ومين اللي عمل معاكي؟ يعني واللي جاب لك مشتركين؟ اراهنك ان لو الوقت ام جانا خدت قناتك ورفعتها على المنتدى هتبقي الاف مؤلفه، انما هي لو رفعتك كل ثانيه وكل دقيقه عمرك ما هتطلعي ولا هترتفعي يا حريقه. واللي وصل معايا في الفيديو لغايه كده يا ريت ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.